السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. روتين النهاردة روتين يوم الجمعة، ومعاه بقى شوية مشتريات من الخضار والفاكهة. هقول لكم كمان على الأسعار، بس في البداية صلوا على النبي واذكروا الله. واللي لسه بيشوف قناتي لأول مرة وما اشتركش عندي في القناة يشترك عند كلمة اشتراك، وهيلاقي 3 اختيارات يختار كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل له إشعار بيه وتتفرج على الفيديو إن شاء الله. بصي بقى، انا نزلت السوق ده كان يوم الاربع بالليل. هو بيبقى مشهور عندنا جدا، يعني هو اصلا اسمه سوق الخميس، بس هو اصلا بيبقى يعني من يوم الاربع الناس بقى بتبدا يعني تقعد فيه، او من يوم الاربع الظهر كمان، مش من بالليل يعني. المهم انا نزلت يوم الاربع بالليل. هقول لكم جبت ايه وهقول لكم الاسعار. البطاطس الجديده نزلت، نازله بس تحفه بقى، بسم الله ما شاء الله يعني. انا جبت بطاطس كبيره وصغيره. جبت البتنجان ده كمان، كان الكيلو ونص ب10 جنيه، تمام. البتنجان المكبب الكبير. والطماطم بقى كانت جميله جدا، وكانت بقى ليها اسعار مختلفه. يعني الطماطم الحلوه قوي كانت الكيلو ب10 جنيه، واتنين اداني الاتنين بايه، 2 وربع ب20. وكان في بقى كيلو ونص ب10 وحاجات زي كده يعني. بس اللي حابه بقى تعمل بيها صلصه وحاجات من دي، انا جبت كميه طماطم كبيره. بس في الاخر بصراحه يعني انا غلطت نفسي، انا كنت اقدر اجيب مثلا قفص طماطم ولا كده، لان انا محتاجه ان انا اعمل صلصه كتير يعني. بس مش مهم يعني، ان شاء الله اجيب برضو الفتره الجايه، لان الطماطم دلوقتي حلوه قوي. وطبعا انا بتسهل عليا كتير يعني، بطبخ بسرعه، لان انا اصلا ببقى عاملاها صلصه. يعني الخيار ده كان ب20. آم، ايه تاني هقول لكم؟ الموز كان بكام؟ كان برضو ب20. جبت ايه تاني؟ جبت حاجات كتير. المهم هقول لكم على الاسعار، بس لما اطلع الحاجات، لان انا مش فاكره جبت ايه. طبعا يوم الاربع ده يا جماعه اليوم اللي انا كنت عامله فيه الروتين الجامد قوي في الركنه والانتريه، فكان يوم صعب بصراحه. عملت الركنه والانتريه. الجوافه دي كانت ب20 برضو. كنت جايبه برضو بتنجان، وكنت جايبه قصدي جرجير وحاجات كتير بقى اللي هي الخضار وكده. بص، هو ممكن تبقى انتوا شايفين الحاجات كتير او كده، وفي اليوم اصلا اللي انا بجيب فيه حاجات كتير، الحاجات دي ممكن تقضينا اكتر من اسبوع، اسبوع وشويه، وساعات اسبوعين كمان. يعني ساعات البطاطس مثلا لما بجيب كميات كبيره بتقعد معايا فتره طويله بصراحه. ولو جبت مثلا الحاجات، انا ببقى عارفه ان انا السوق الجاي مثلا هنزل، او هيبقى في حاجه قريبه مني، سوق قريب مكان، انا ببقى عارفه يعني. لكن في اليوم ده انا كنت عارفه، علشان بقى ايه، واحنا بنبقى برضو في الشغل وراجعين بيبقى يقابلنا سوق يوم الاحد. فساعات بقى بنجيب منه حاجات اللي احنا عايزينها وكده، بس بنتعب بصراحه علشان إيه، في يعني بنشيل مكان كده. بنشيل الشنط بقى، فبصراحه الشنط في الايد دي بتوجع قوي. فانا طبعا استغليت العربيه بما ان احنا موجودين يعني، وكان جوزي معايا وانا بجيب الحاجات دي، فحاولت بقى ان انا اجيب كميات كبيره علشان آم، يعني ما اشيلش بقى واتعب في نفسي. المهم دي حاجات كده انا كنت محتاجاها، وكان عندي حاجات تانية برضو. يعني الدقيق ده عايزه اعمل قرص باذن الله، فجبت 2 كيلو. ده الفول عشان نعمل بقى فلافل او طعميه على حسب انتم مسميينها ايه. مكرونات، وده لسان عصفور، وخل. والبهارات دي طبعا بصوا تحفة، بتودي الأكل في حتة تانية. دي بهارات بستخدم الشاورما والمشويات والكفتة والحواوشي. ودي طبعا مكرونة اسباجيتي، اكتر حاجة احنا بناكلها. الصغيرة دي ممكن يعني قليل بصراحة. ماشي. ما بجيبش حاجات ناشفة كتير. اول حاجة ان هي اصلا كده كده اسعارها يعني بتبقى في رينج معين، ما بتغلاش اصلا يعني. تاني حاجة، اللهم صل على سيدنا محمد، هي لو قعدت عندك فترة طويلة وانت مش بتستخدميها بتسوس وبتبقى مش حلوة. فجيب على قد استخدامك. كنت حاطة بقى دورة. دي بقى يعني هدوم كده غامقة شوية، فانا حطيتها من بالليل. وده كان يوم الجمعة، انا دلوقتي بخرجها معاكم في يوم الجمعة ماشي. طب يوم الخميس عملت ايه؟ عملت بقى المطبخ بتاعي. بس هنزل لكم الفيديو ده بقى ان شاء الله باذن الله بكره، يعني مش النهارده. ليه؟ لان انا لسه ما كملتوش. انا مسحته مسحه كويسه جدا بقى بالمقشه وفاهمين اللي هو ايه، اديته كده. كان نفسي اعمله كده من زمان. وهنعمل فيه صلصه بقى، الطماطم دي هنصلصها كده مع بعض، والكرنبه بقى وشويه حاجات. يعني هو فيديو تاني، لكن انا لسه ما كملش بصراحه. ليه بقى؟ لان انا هعمل الصلصه دلوقتي لسه ما اتعملتش، وكمان البوتاجاز عايزه اغسله غسله حلوه كده بعد الصلصه، وشويه حاجات يعني. المهم كان عندي الدوره البيضه دي.
زي ما بقول لكم كده، الدوره البيضه دي كانت عندي، كان فيها بقى كام تيشيرت لولادي، بس ايه لونهم يعني لونهم ابيض والولاد مبهدلينهم، يعني مثلا زي البنطلون ده كده، جيت احطه ما عجبنيش بصراحه، رحت بقى حطيت ميه سخنه كده وشطفته كده على ايدي الاول، نزلت منه شويه بقى التراب ومكان بيلعبوا والحاجات دي، وبعد كده بقى بحطه في الغسالة عشان ما يبوظش الدنيا. وبنحط طبعا المسحوق. بصراحة الغسالة الأيام دي مريحاني كتير، أنا يعتبر كل يوم ليا دورة أو دورتين، يعني كان الغسيل ده بقى هياخد مني مجهود بصراحة، غير إن هو هياخد وقت، لا هياخد مجهود كمان. المهم انا شغل الدوره دي شغاله حاليا دلوقتي، لسه في الغساله، لسه ما طلعتش، اللي انا طلعتها نشرتها كمان بقى، طلعت عملت روتين حلو كده يوم الجمعه، بس انا هوريكم في النهايه. بس دخلت بقى على الاوض كلها، والله كانت مقلوبه بجد يعني، بس اللي هو الترويق الخفيف، شلت السجاد ونفضت السراير وعدلت كل حاجه، بس طلعت بقى البطاطين على البلكونات بره، لان في شمس حلوه جدا النهارده، درجه الحراره 24، فيعتبر حلوه بسم الله ما شاء الله، الجو دافي وحلو. شلت بقى السجاد هنا كله، وكنست بقى اوضه النوم واوضه الاطفال والصاله اللي عند الغساله، كل المنطقه دي اتغسلت وتمام. آه طبعا شاركت كده معاكم في النهايه، بعد كده هرجع افرش كل الحاجات دي ويبقى كده خلصانه. وزي ما قلت لكم كده ان ده روتين يوم الجمعه، وطبعا من المستحب في يوم الجمعه ان احنا نصلي على النبي كتير، وكمان نقرا سوره الكهف. لو مش قادرين تقراوا سوره الكهف، اقراوا بس اول 10 ايات منها، افتحوا المصحف كده واقراوا اول 10 ايات. وطبعا يوم الجمعه ده عيد من اعياد المسلمين. الحمد لله ان هو ربنا عمل لنا حاجه زي كده، وبيتكرر اسبوعيا، وقلنا فيه وقت لا يرد في الدعاء. فيعني حاولوا كده تتحروا الوقت ده، ولو نفسكم بأي حاجة ادعوا بقى بيها، وربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، وتبقى جمعة مباركة وطيبة علينا جميعا إن شاء الله. بصوا أنا فرشت السجاد، والغسالة بقى كانت شغالة، الدورة دي لسه شغالة دلوقتي، أنا بسجل لكم الفيديو وهي شغالة، وخلاص يعتبر كده كل المكان عندي تمام، ما عدا ما عدا دي بحط تحتها 3 خطوط كده. الحمام بقى لسه، يعني لسه هعمله، وكمان هعمل زي ما قلت لكم بقى المطبخ، لان بعد ما فطرنا بقى في مواعين، الصلصه عايزه تتعمل، عايزه اعمل محشي، عايزه اغسل بوتاجاز، في شويه حاجات كده. المهم تعالوا اقول لكم، ده الليفت ده كان كنت شاريه قصدي هو انا علقت ولا ايه؟ مش عارفه. المهم انا سالت حد من زمايلي يعني اعمله ازاي، فقالت لي انا كل مره اعمل الليفت ده يبوظ مني بصراحه، اللي هو يطرى ويبقى مش حلو. فسالتهم، قالت لي اعمليه يعني ايه، نقطعه وبعد كده نحط عليه ملح، ونحطه في مصفى من مثلا من بالليل لتاني يوم الصبح، تمام، يصفي بقى الميه اللي فيه، وبعد كده نبدا نخلله. فعملت زي ما هي قالت بالظبط، بس صاحبتي اللي خللتهولي يعني وبعتته، هو يعني في التلاجة بقى. المهم زي ما انتم شايفينه كده، مش هقدر اقول لكم على طريقه لان مش انا اللي عملته بصراحه. في اليوم بقى اللي هو بتاع يوم الاربع بتاع يوم السوق ده، كنت عامله مكرونه اسباجيتي وكبده، كبد وقوانص، بس كنت عاملاها بقى اللي هي ايه مسلوقه وبعدين متحمره، كان طعمها حلو جدا. عايزين بقى تحطوا عليها بصل، انا عملتها يعني قريب ببصل وحاجات، بس انا يعني ايه تغيير مش اكتر. وبس ده كان غدا في يوم اللي هو كان يوم الاربع. يوم امبارح بقى الخميس ده كنا عاملين بطه، وكنا عاملين صينيه بطاطس ورز. هو ده هتقولي ايه اللي جاب الرز مع البطه والحاجات دي؟ المهم ان انا كنت عايزه اعمل محشي امبارح، بس اليوم كان مضغوط زي ما بقول لكم كده، كان عندي كميه مواعين كبيره، وعبال بقى ما نضفت البط دي وطبختها وكده اخدت مني وقت. فقلت لا خلاص بقى انا مش هعمل محشي، يعني هو الكرنبه كانت سلقت وكده، فانا قلت بقى اسيبها اليوم الجمعه بكره اللي هو النهارده يعني، واعملها بقى يعني. ساعات الواحد لما بيتقل على نفسه قوي، اصلا بتبقى خلاص جيتي لحد اخر وقت كده وخلاص فصلت بقى، ما انتش قادره تعملي اي حاجه. فالمهم انا ما رضيتش اعملها يعني، قلت بقى اعملها في يوم تاني. جبت بقى الهدوم ده، وبتهيألي المقطع ده اتكرر، بس انا طبقت هدوم برضو خلال امبارح، لان انا كان عندي دورتين على الحبل تمام، وجبتهم بقى فطبقتهم ودخلتهم في مكانهم. المهم ان الوقت اللي انا بسجل فيه الفيديو ده
كل الدنيا رايقه تمام زي ما بقول لكم كده، ما عدا الحمام والمطبخ. بس باذن الله انا هخلص الفيديو ده وهنزله وادخل بقى عليهم على طول اعملهم علشان يبقى المكان نظيف. وهو ده يوم الاجازه يعني فاهمين؟ بنستنى يوم الاجازه علشان نشتغل برضو اللي هو فين الاجازه اصلا. بس الحمد لله رب العالمين. اهم حاجه طبعا ان ربنا بيدينا الصحه ويقوينا وبنقوم نعمل. واهم حاجه طبعا برضو راحه البال كده، لما تبقي بتعملي يعني مثلا الشغل بتاعك او شغل بيتك وانت قاعده بقى، بصي مش شاغله بالك بحد، قافله بابك على نفسك، مالكيش دعوه بقى بالعالم الخارجي ده، مين راح ومين جه ومين عمل، ما مش قصتنا ولا ده طبعنا الحمد لله رب العالمين. فقمه بقى الراحه النفسيه كده تبقي مع نفسك الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. هنا بطبق الهدوم وهودي كل واحد مكانه. وزي ما بقول لكم كده هخلص وهقوم بقى انا اشوف بقى المطبخ عايز ايه. لو لسه بقى لسه مكملين معايا لنهاية الفيديو ده، اتمنى ان انتوا تحطوا لايك للفيديو بقى وتشجعوا اي حاجة تشوفوها على اليوتيوب. يعني لو لقيتوا حد بيعمل اي فيديو على اليوتيوب مقترح ليكي عايزة تعمل قناة، عايزة شجعوها، على فكرة مش هتخسروا